السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. اوعى تترقص في البورصه. تترقص هو مصطلح غريب شويه، زي ما لعيب كوره بيرقص لعيب تاني بتحصل برضه في البورصه. لما يحصل ايه بالظبط؟ لما يكون سهم ب5 جنيه فحضرتك تشتريه ب5 جنيه فينزل 4.5 فتقلق تقوم بايعه ب4.5، هوب تصحى بعدها بيوم تلاقيه بقى ب5 جنيه وربع، تقوم شاريه باغلى مما بعته بكتير، تشتريه ب5 وربع. يعني كمان لو كنت محتفظ بيه وهو ب5 كان زمان حضرتك كسبان. تقوم بايعه ب5 وربع يقوم نازل ل5 جنيه و5 ساغ، تقوم قلقان تقوم بايعه يقوم طالع ل5 جنيه ونص. فكده حضرتك بتترقص، يعني حضرتك عمال تخسر في سهم طالع. طب ليه الناس بتعمل كده؟ يعني ايه اللي يخلي الناس بتعمل كده؟ اللي بيخلي الناس تعمل كده هي المشاعر. طبيعي جدا، احنا بني ادمين. واحد اشترى سهم، لقى السهم بتاعه نزل فقلق قام بايعه، لقى السهم طلع ايه ده هيفوتني، يطلع يجري وراه وهكذا. اللي بيحصل ده بسبب ان الشخص حط نفسه تحت ضغط مشاعر معين نتيجه استراتيجيته الخاطئه اللي هو شغال بيها في البورصه. اول حاجه المستثمر اللي فاهم بيعمل ايه بيشتري السهم، ولو نزل بيه 5 6 7 10% ولا جفنه بيتحرك، يعني جفنه ما بيتحركش اساسا. ليه؟ لان هو عارف انه اشترى سهم كويس بسعر كويس، وهو عارف ان اساسيات الاستثمار في الدنيا القيمه. ان انا شاري الموبايل ده ب 5000 جنيه، بس هو اصلا ثمنه 7000 جنيه ولا 8000 جنيه، فانا حتى لو لقيته بيتباع قدامي ب 4000 ونص انا مش هتهزلي شعر. لكن المشكله لما اخش اشتري الموبايل ابو 5 اشتريه ب 25 علشان ابقى امل ان انا ابيعه ب 28. طب ما انا ممكن اكون صح وممكن يوصل ل 28، بس مع اول هزه مجرد ما يرمي لتحت 5% انا هتوتر وهقلق ومش عارف اعمل ايه، فهضطر ابيع. طب رجعت الدنيا ظبطت تاني ورجعت الدنيا تطلع تاني، هقوم شاريه بالاغلى مما انا بعته، فانا عمال اترقص زي ما بيقولوا. طب ازاي اتفادى ان انا اترقص عشان نقول الكلام بطريقه عمليه؟ ما تحطش حضرتك نفسك تحت الضغط ده. طب يعني ايه برضه زي ما احطش نفسي تحت الضغط ده؟ رقم واحد، ما تشتريش سهم بالغالي ابدا مهما كانت المغريات. رقم اتنين، طالما اشتريت سهم محترم بسعر محترم، وناخد بالنا من السهم زائد السعر مش السهم فقط. السهم مش سهم حلو اشتريه باي رقم وخلاص، لا، سهم كويس اشتريه بسعر كويس. اشتريت بسعر كويس ولا يتهزلك شعره لو نزل بحضرتك، بالعكس لو نزل كتير قوي، نزل بقى 20% ولا حاجه، اعمل متوسط وزود الكميه كمان في السهم، لان اوريدي حضرتك واثق في السهم اللي شاري، وشاري سهم كويس، مش داخل ايه تجرب اي حاجه وخلاص. رقم ثلاثة، بلاش يا جماعه موضوع هوجه الاخبار ده، بشوفه يعني من يوم ما اتولدت، وللاسف يعني طبيعه بشريه. الحق السهم الجاي هيعمل عليه خبر اللي مش عارف ايه، فتلاقي الناس كلها طالعه تشتري والناس كلها طالعه تجري على السهم، هوب تلاقي السهم نزل اصلا مش طلع. مفيش حاجه تبرر لي ان انا اشتري سهم بالغالي حتى لو عليه خبر، يعني ده ما يبررليش. انا الحاجه الوحيده اللي تبرر لي ان انا اشتري سهم ان انا اشتري سهمي بالرخيص. طالما اشتريت سهمي طبعا بعد اذن ربنا وبسعر كويس هيطلع، يعني ملهاش حل غير ان هو هيطلع، حتى لو نزل الاول هيكمل طلوع بعد ما ينزل شويتين. طيب تعليقا بس سريع كده على اللي حصل النهارده في البورصه، الدنيا رمت امبارح جامد ورمت النهارده جامد اول الجلسه، ورجعت تلم تاني في اخر الجلسه. انا دلوقتي بصور والجلسه شغاله، ما اعرفش اللي حصل بقى في اخر دقايق، لكن اخر مره شفت كانت الدنيا بدات تلم جامد. فواضح ان ما زال في قوه شرائيه قويه، وواضح ان ناس كتيره مراهنه على التعويم، وواضح ان ناس كتيره مراهنه ان طالما التعويم هيحصل فانا هشتري بالغالي وابيع بالاغلى. ما اقدرش اغلطهم، ولكن كعادتي في كل فيديو لازم احذرهم، يعني خلي بالكم لو التعويم ما حصلش هتحصل ماساه، وهو الاغلب انه هيحصل. لكن انا بقول حتى لو الاحتمال 1% عشان يبقى الواحد بس ايه غطى كل حاجه، عشان ما يبقاش ادى معلومه ناقصه يعني. وبفكركم بالكورس بتاع ازاي ما تخسرش في البورصه، اللي هو عباره عن مجموعه فيديوهات مسجله هيعلم حضرتك ازاي ما تخسرش في البورصه وازاي تكسب كويس. ما هو طالما ما بتخسرش يبقى كده هتشتري صح، وطالما هتشتري صح يبقى كده هتكسب كويس. ومع الكورس 3 شهور دعم على الواتساب، بتبعت لي مسجات بتسالني حاجه مش فاهمها برد على حضرتك دايما بفويسات مش بتكست. بنبقى مع بعض خطوه بخطوه، بنشوف هنتصرف ازاي في السوق، بنتناقش مع بعض في السوق في كل حاجه ممكن تتخيل. لو عايز تشترك في الكورس او عند حضرتك اي سؤال في الدنيا ابعت لي على الفيسبوك بتاعي الموجود في اول كومنت كالعاده. شكرا، سلام عليكم.